يا أهلا بيكم. عمرنا وقفنا لحظة وسألنا نفسنا مين اللي حط القواعد اللي تربينا عليها كرجالة؟ كلام كتير قوي بنسمعه من وإحنا صغيرين شكل جزء كبير من شخصيتنا. في الشرح ده هنفتح مع بعض صندوق الراجل ده ونشوف إيه اللي جواه بالظبط. الجمل دي كلنا سمعناها، كلنا حسيناها، وممكن اتقلتد لنا في وشنا كده، أو يمكن شفناها في تصرفات الناس اللي حوالينا، كأنها دستور غير مكتوب للرجولة. شوية قواعد كان لازم نمشي عليها من غير حتى ما نفكر نسأل ليه. والسؤال الأهم، إزاي كلنا تقريباً اتربينا بنفس الطريقة دي؟ كأن في حد طبع نفس الكتالوج ووزعه على كل البيوت في كل مكان. طيب عشان نفهم القصة دي كلها خلينا نبدأ بالمصطلح اللي بيوصف الحالة دي، وهو مصطلح الذكورية السامة. ودي أهم نقطة لازم نفهمها كويس. المصطلح ده مش هجوم على الرجالة ولا على الرجولة، لا خالص. هو ببساطة بيوصف ضغط المجتمع بيحطه علينا كلنا، فكرة إن الراجل لازم يكون قالب واحد بس، صلب قوي ما بيتهزش أبداً. والمفهوم ده مش مجرد كلام في الهوا، لا، ده وراه علم ودراسات. يعني مثلا جمعية علم النفس الأمريكية، ودي من أكبر الجهات في العالم، نشرت دراسة مهمة جدا سنة 2018 عن اللي سموه أيديولوجيا الذكورة التقليدية. الدراسة دي بعد بحث طويل وضحت إن القواعد اللي زي خليك قوي وخبي مشاعرك دي بتسبب ضرر نفسي كبير جدا للراجل نفسه، ويمكن أكتر من أي حد تاني. هي بالظبط كده. المجتمع طلب من كل واحد فينا يكون بطل خارق، يكون سوبرمان، بس نسي يدينا القوة الخارقة. سبنا لوحدنا بنحاول نعيش حسب توقعات خيالية ومش منطقية. طيب، القصة دي بتبدأ منين؟ الحقيقة إنها ما بتبدأش وإحنا كبار. الجذور بتاعتها بتمتد لأول أيام في حياتنا. شوفوا معايا المفارقة دي، نفس الحدث بالظبط، طفل بيتألم وبيعيط، لكن رد فعلنا ككبار بيختلف 180 درجة حسب هو ولد ولا بنت. البنت بنطبطب عليها ونحضنها، لكن الولد بيتقاله قوم يا راجل بطل عياط، فبيتعلم من وهو عنده كام سنة إن مشاعره دي ضعف لازم يخبيه. الفكرة ببساطة إننا مش بنتولد بالقواعد دي، إحنا بنتبرمج عليها. يعني في أبحاث كتير في علم النفس التنموي زي أبحاث الرائدة كارول جيليغان مثلاً، وضحت إن المجتمع بردود أفعاله اليومية البسيطة دي بيعلم الولاد من بدري قوي إن التعبير عن الحزن أو الخوف ده عيب أو ضعف. فالبرمجة دي بتبدأ حرفياً من أول يوم. بس لازم نفهم إن الأهالي في الغالب مش قصدها تأذي، هم نفسهم اتربوا بنفس الطريقة. الأب اللي بيقول لابنه ما تعيطش غالباً هو كمان أبوه قال له نفس الكلمة ومحدش سمح له يعيط وهو صغير، فالموضوع بيبقى أشبه بإعادة تدوير لنفس الوجع من جيل لجيل. ودي حاجة بتشرحها نظرية مهمة قوي اسمها نظرية التعلم الاجتماعي لواحد اسمه ألبرت بندورة، اللي بتقول إننا بنتعلم بتصرفاتنا من خلال مراقبة وتقليد اللي حوالينا. ولو كان البيت هو البداية، فالإعلام والسينما بيكملوا المهمة على أكمل وجه. فكروا كده في قالب بطل الأكشن اللي بنشوفه في كل فيلم تقريباً، شخص عمره ما بيعيط، بيحل مشاكله بالعنف، عمره ما بيغلط، ومسؤول عن إنقاذ العالم كله لوحده. الصورة دي زي ما بتوضح دراسات النوع الاجتماعي أو الجندر ستاديز بتتكرر قدامنا لدرجة إنها بتبقى هي المعيار الوحيد للرجولة في عقلنا الباطن. طيب جميل، كل الضغط ده وكل القواعد الصارمة دي، إيه تمنها الحقيقي اللي بندفعه في الآخر؟ الرسالة اللي المجتمع فضل يوجهها للرجل كانت واضحة وصريحة ومباشرة: اكبت مشاعرك. أي إحساس بالضعف، بالحزن، بالخوف، كل ده لازم يدفن جوا صندوق أسود ومحدش يشوفه. والنتيجة؟ الحقيقة إنها كارثية بكل المقاييس. تقارير من منظمات عالمية موثوقة زي منظمة الصحة العالمية WHO بتربط بشكل مباشر بين كبت المشاعر عند الرجالة وبين نتائج مدمرة: معدلات اكتئاب أعلى، سلوكيات عنيفة أكتر، وللأسف الشديد معدلات انتحار أعلى. الأرقام دي مش مجرد إحصائيات باردة، دي حكايات ناس حقيقية دفعت تمن غالي قوي. ودي الخلاصة المرة للأسف. المجتمع طلب منه ما يتكلمش وهو نفذ، هو ما تكلمش بس من جوه اتكسر. بعد كل الكلام ده يمكن جه الوقت نسأل سؤال أهم: يا ترى إيه هي الرجولة الحقيقية فعلاً؟ خلينا كده نفكر بصوت عالي وبعيداً عن كل اللي اتقالنا. هل الرجولة الحقيقية هي فعلاً القواعد الجامدة اللي فرضتها علينا المجتمع؟ يعني هل الرجل الحقيقي هو اللي بيلبس قناع الصلابة والقوة،
وهو من جواته منهار ومكسور؟ هل القوة الحقيقية في التمثيل والكذب على نفسنا؟ يمكن الرجولة الحقيقية مش في إننا نخاف من كلام الناس، يمكن هي في إننا نخاف نكذب على نفسنا. يمكن القوة الحقيقية هي الشجاعة، إننا نكون صادقين مع اللي بنحس بيه مهما كان. والخبر الكويس إننا مش محكوم علينا نفضل في نفس الحلقة المقفولة دي للأبد. كسر الحلقة دي بيبدأ من هنا، من كل واحد فينا. مش لازم نكون نسخة طبق الأصل من الطريقة اللي تربينا بيها. عندنا فرصة نختار، فرصة نقدم للأجيال اللي جاية نسخة أفضل، نسخة بتسمح للإنسان يكون إنسان كامل بمشاعره، بفرحه، بألمه، حتى بدموعه. الخوف من حكم الناس ومن رفضهم ممكن يكون كبير جداً ومفهوم، لكن في حاجة أصعب من كده بكتير. أصعب حاجة فعلاً هي إن الواحد يعيش عمره كله بيرفض أجزاء حقيقية من نفسه عشان بس يرضي صورة المجتمع رسمهوله. التمن ده أكبر وأغلى من أي تمن تاني ممكن ندفعه. وفي النهاية لو حد جه وقالك تاني نفس القاعدة القديمة دي، يمكن الرد الجديد يكون إن الرجولة الحقيقية مش في الهروب من المشاعر، لكن في شجاعة مواجهة النفس بكل صدق.